أنتم تستمعون إلى بودكاست ذكاء مش اصطناعي مع عمرو زكي. هذه الحلقة مقدمة من مقسم. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست ذكاء مش اصطناعي. أكيد حلقتنا اللي فاتت أثارت عندكم أسئلة واستفسارات كتير عن تطور الذكاء الاصطناعي. تخيلوا كده معايا خدمة العملاء اللي دايما بنشتكي منها، زحمة الانتظار، الصوت اللي دايما يقولك جميع ممثلين مشغولين حاليا. طيب إيه رأيكم لو كل ده يختفي ونتعامل مع مراكز اتصال كاملة من غير لا سيرفرات ولا تليفونات ولا دعم فني كبير؟ حلقتنا النهاردة مع ضيف خاص جدا، فؤاد جريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مقسم، اللي بتقدم لكم تجربة مختلفة تماما عن مراكز الاتصال اللي انتوا عارفينها. هنتكلم عن مستقبل التواصل بين الشركات والعملاء، وهنسأل هل ممكن الذكاء الاصطناعي يقدر يتكلم ويبقى مكان البني آدم؟ وإزاي الشركات الصغيرة والناشئة ممكن تنافس شركات كبيرة بتكنولوجيا بسيطة وذكية؟ بنرحب بضيف حلقتنا النهاردة ونقول له نورتنا وشرفتنا بوجودك يا أستاذ فؤاد. الله يخليك يا عم، شكرا لك. العفو، أنا مبسوط جدا إنك معانا النهاردة. إحنا حابين في الأول كده تعرفنا عن شركة مقسم وإيه هي اللي بتقدمه. اولا ليش انا احكي لك شيء مقسم؟ خلي صديقنا الافتراضي يمكن يحكي لك اياه، اللي هو الوكيل الافتراضي لمقسم. هلا راح اخذ موبايلي وارن على الرقم المحلي على الكول سنتر تبع مقسم، راح يرد علينا الوكيل الافتراضي فيه. مرحبا بك في مقسم. للتحدث بالعربية اضغط 1. For English press 2. واحد. مرحبا، شكرا لاتصالك بمقسم. أهلا. كيف يمكنني مساعدتك؟ يعطيك العافيه. حابين نعرف شوي نبذه صغيره عن مقسم، شو بيميزنا بالذكاء الاصطناعي، وصديقنا عامر هون حاب يعرف اكثر، ممكن تحكي لنا؟ يعطيكم العافية. مقسم يقدم حلول سحابية متميزة تشمل خدمات متعددة مثل الأرقام المحلية في عدة مدن حول العالم، والتواصل الفعال عبر منصات متعددة مثل المكالمات الصوتية وواتساب. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي فمقسم يتيح ميزات مثل تحليل المشاعر وتسجيل المكالمات والبحث بالكلمات المفتاحية، مما يساعد في تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة. إذا كان عندكم أي استفسارات إضافية بدي أو اقاطعك تفاصيل وبدي اقول لك انه هل انت وكيل بشري ولا لا؟ أنا مساعد ذكي مو وكيل بشري. إذا كنت بحاجة لمساعدة أو استفسار محدد أنا هنا لأساعدك. شكرا لك، يعطيك العافيه. العفو. إذا كان عندك أي استفسارات أخرى أو حابب تواصل أنا موجود، وإذا حابب تنهي المكالمة خبرني. يعطيك العافيه، السلام عليكم. فزي ما شفت يا عمرو زي ما سمعت او زي ما سمعت طبعا، ويمكن يوم من الايام حتى تشوف مع تطور التقنيه اللي احنا عم نشوفها هلا اليوم في تعدد للقنوات والوسائط اللي ممكن البوت يكون موجود فيه، والوكيل الذكي اللي بقدر هو يمثل شركه ويخدم الاشخاص من دون ما يكون في زي ما تفضلت باول اللقاء وقت انتظار او خيارات معينه الواحد لازم يدخل فيها، وقوائم يمكن بتشتت الواحد وممكن يعني عن جد تعمل فرستريشن عالي او زعل عالي للمستهلك. صفر الواحد بقدر يعبر بالطريقه اللي بده اياها، يسال اسئله سريعه، ياخذ جواب 24/7 وحتى في الاعياد من دون اي تعب. وبتعرف يعني طبعا في مراكز الاتصال هذه وظيفه جدا متعبه. تخيل انه انت موجود ل8 ساعات بالشفت الواحد عم تسمع بس سلبيات ومشاكل واشياء لازم تتابع عليها من عدد كبير من الناس، زي ما بنشوف كمان في المصانع بايام زمان، يعني مصانع السيارات ولا غيرهم، الاشغال اللي فيها يمكن خطر إن كان جسدي أو حتى نفسي على الأشخاص، طبعا طورناها وأتمتناها. وما في ذلك طبعا مراكز الاتصال الآن إجا دور أنه يتأتمتوا بشكل عام، بالإضافة إلى قطاعات كتير موجودة يعني بالعالم بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص. انت حصل لك موقف شخصي خلاك تركز على بيزنس موديل ليه علاقة بحل المشكلة دي؟ والله احكي لك، يعني احنا شركتنا الماضيه هي كان اسمها كاش باشا، انا وشريكي سنان طيفور اسسناها، وطبعا نوجه له السلام. ف 12 سنه صرنا نشتغل مع بعض على عده اشياء، وبنلاحظ انه لما نبلش فكره بفتح باب لفكره ثانيه، او بنلاقي بنواجه مشكله. والحمد لله يعني في منطقتنا من تعدد المشاكل والالغاز الموجوده الواحد بيتحمس انه يقدر يحلها ويعالجها، لانه اذا عالجها له للبزنس تبعه ممكن يكون في لها سوق كثير كبير. فهذا اللي لقيناه، انه احنا في مجال كاش باشا كان في التجاره الالكترونيه، كنا احنا بنحاول نساعد الاشخاص ان يقدروا يشتروا من متاجر عالميه
عالمية مثل أمازون وغيره بالبلدان اللي مش مخدومة بسهولة، فكنا عم نطبق وسائل دفع، وسائل لوجستية، التخليص الجمركي، وطبعا خدمة العملاء. لما احنا يعني قاعدين في المنطقة العربية وعندك حدود كبيرة بين البلدان ويمكن قوانين محلية وتعدد عدد شركات الاتصالات، هذه بتعقد الأمور بشكل كتير كبير. احنا شفنا انه في طريقة اسهل واوفر على الشركات انه يقدروا طبعا يتواصلوا ويمحوا الحدود ما بينهم وبين عملائهم وين ما كانوا، يقدروا يتواصلوا محليا ويعطوا الثقة المحلية لهدول العملاء ان يقدروا يتفاعلوا معهم. لانه فعلا المكالمات ان كانت لخدمة العملاء او المبيعات هو محرك دائم للاقتصاد تبع الشركات، فجزء جدا مهم. فاحنا لما شفنا انه هذه والله قصة كتير كبيرة، واحنا كشركة صغيرة ناشئة ما كان عندنا القدرة انه نعملها، كان عندنا خلفية تقنية انه نعمل محاولات بلشناها في الأردن ببساطة، ولقينا إنه في سوق جدا كبير لهذا الموضوع إذا قدرنا نحلها، والحمد لله قدرنا نحط إيدنا على الوجع زي ما بيقولوا، نحل المشكلة. ولقينا من أصدقائنا كمان اللي كانوا رواد في المجال كانوا عم بيواجهوا نفس المشاكل هاي، قررنا إنه نفصل هاي الفرصة لشركة منفصلة بال 2019 اسمها مقسم، وتابعنا فيها. اليوم الحمد لله بنخدم آلافات الشركات بأكثر من 15 دولة، وبنقدر نوفر أرقام محلية أكثر من 200 مدينة حول العالم. والشيء اللي بنساعد الشركات عليه هو فعلا إنه بخلال 3 دقائق إذا كان عندك كل المستندات اللازمة والتراخيص، يكون عندك سيستم متكامل من دون أي أجهزة أو أي برامج، موجود مع الأرقام والسيستم المتكامل من خلال متصفح الإنترنت والتطبيقات اللي عندنا إياها، وذكاء اصطناعي بيحلل لك المكالمات ويطلع لك الجواهر من هاي المكالمات. وزي ما سمعتوا هلا الوكيل الذكي اللي ممكن كمان يساند خارج ساعة الدوام داخل ساعة الدوام، وحسب كيف الشركة وكيف حابة تطبق الخدمات تاعتها تزيد من الكفاءة وخدمة العملاء اللي عندهم. الوكيل الذكي ده بيقدر يتطور؟ يعني هل هو مثلا موجود بلهجات عربية مختلفة، يعني صوت بشري مش ملوش جندر معين، قادر يفهم مشاكل لنسبة قد ايه؟ كلمنا اكتر عنه عشان هو شكله فعلا ذكي. جميل جدا. هو الشيء اللي احنا ركزنا عليه من ناحية تقنية طبعا بالبداية هو البحث والتطوير في مجال الاي اي. الحمد لله يعني خلفيتنا التقنية اولا ومساعدة المستثمرين الاوليين الملائكيين اللي كانوا معانا اللي هم من خبرات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، اصول عربية كمان بيساعد، لكن هم في سيليكون فالي، منهم الان بيشتغلوا في اوبن اي اي وشركات عالمية في مجال الداتا وتحليل البيانات وتحويل النطق يعني الى ناتشورال لانجويج بروسيسنج زي ما بيقولوا بالانجليزي وغيره. قدرنا نوثق كثير من الاشياء او نعرف كيف ممكن ندرب النماذج الاولى اللي احنا عندنا اياها لنقدر نحول الكلام الى نص طبعا ديجيتال ويستوعب اكثر عدد من اللهجات طبعا. فالاستيعاب جزء جدا مهم في هذا الموضوع. الموضوع الاسهل كثير واللي ما بيكون يمكن على بال معظم الناس انه طيب اللهجه اللي احنا سمعناها يمكن لهجه بيضة او لهجه عاديه، هل ممكن يحكي بلهجات مختلفه؟ لو تتكلم مع البوت شوي زياده طبعا وغيرت اللهجه تاعتك كمان بيميل للهجه تاعتك اوتوماتيكيا. في عنا في بعض التقنيات اللي عم نستخدمها لنحاول نخلي بنص الحديث البوت انه ياخذ كلمات ويستوعب كلمات معينه حتى لو كانت في اللهجه السعوديه مثلا او في اللبنانيه او غيره، يصير يستعمل كلمات اقرب. وطبعا زي ما انك انت بتغير لبس كل يوم تقدر تغير لبس البوت اللي عندك. المخيخ هو بيضله نفس ما هو، بس ممكن تخليه بصوت مثلا انثى او ذكر بلهجه معينه إلى آخره، ويتحول ليعرف في المستقبل طبعا ويسجل إنه والله عمرو بفضل مثلا لهجة معينة بحكي معه بهاي اللهجة أو بهاي الطريقة، بعرف معلومات معينة عن عمرو بسجلها عندي لأعرف المرات الجاي كيف بقدر أخدمه بنطاق خدمة مثلا معينة، بعرف إني ما أتطرق لمواضيع معينة، ففي حماية على الأجوبة اللي موجودة عشان ما يطلع خارج النطاق ويسيء لا سمح الله طبعا خوف العالم حوالين النماذج اللي موجودة. فالداتا وتنظيفها والتدريب والطريقة اللي بتعملها للتدريب لهاي النماذج جدا مهم ومش إشي سهل. معظم الشركات اليوم أنا بقول لك يعني حتى لو في هبة كتير كبيرة حوالين توثيق هاي الوكلاء مثلا الافتراضيين في الشغل، الشركات مش جاهزين بشكل كتير كبير إنهم هم يكونوا قادرين يكون عندهم هذا البوت. فبيجيك مثلا كلاينت بقول لك والله أنا بدي أشيل كل التيم اللي عندي وأشيل العامل البشري تماما وأعوضه بذكاء اصطناعي وأوفر الفلوس اللي كانت موجودة. هلا على مر الزمان احنا في مقسم واحدة من الأساسيات اللي عندنا إياها إنه نقدر ناخذ الإشي اللي هو كان مركز تكلفة على الشركات ونحوله إلى مركز أرباح، بحيث إنه نقدر نطلع الجواهر ما بين الكلمات اللي عم تنحكى والأسطر
في الشات حتى أو غيرها. لكن الشيء المهم اللي لازم الشركات يعرفوه إنه العامل البشري عامل جدا مهم. صوت والمشاعر وتكريس البشر الموجودين بالفريق عندك في إنهم يقدروا يرجعوا يساعدوا في تدريب النماذج هاي، بحكم إنه يعني نسب يمكن تزداد من الأتمتة في الكول سنتر. هذا شيء جدا مهم. فإحنا ما بنقول والله العامل البشري راح يختفي تماما، لازم يكون جزء مهم، وهو عم بياخذ يمكن السيناريوهات الخاصة والمعقدة أكثر، ويقدر يفيد البوت على مر الزمان بأنه يعني يعلمه على الأشياء اللي هو يمكن ما بقدر يهندلها في الوقت الحالي. تفتكر المودلز ديت نجاحها أعلى في العالم العربي؟ لأن احنا ملناش خلق على الانتظار، ولا شايف انه لا بالعكس ده فعلا ده المستقبل؟ ولا انت تفتكر ان هو اصلا ترند ان الشركات ترجع تعمل بوت كده عندها، سواء بيعمل شات او بيرد على الناس على التليفون في الكول سنتر؟ تتعدد الأهداف للشركات بشكل عام. طبعا بنشوف الناس هم متحمسين بشكل كتير كبير على تقليل التكلفة، أشياء إنها تقدر تزيد مثلا مستوى الخدمة اللي عندهم إياها إلى آخره. وفي بعض الشركات الثانية اللي هم حابين يستخدموه كأداة بيسوى يعني أنا عندي أو أيوة بالضبط، يكتب بس AI في الويب سايت ممكن يعني مثلا. فلا شك في تعدد من كل الأشكال. لكن اللي بقدر أحكي لك إياه إنه الأدوبشن أو استخدام الذكاء الاصطناعي وتوثيقه في الشركات في الدول النامية، ما بحكي بالعالم العربي فقط، أكبر من الدول الأولى في العالم. وبعتقد أنه هذا شيء مبشر جدا لمنطقة زينا في المنطقة العربية، اللي ممكن فعلا أنه يعني نستخدم أو يكون في عنا أدفانتج في رفع مستوى الخدمة اللي فعلا يعني نحتاجه اليوم في كثير من القطاعات اللي عندنا، خاصة الحكومية أو حتى في كثير من البزنسز الخاصة اللي موجودة في المنطقة، إنه نرفع مستوى الخدمة ونقدر يعني نفيد الناس بطلباتهم. لأنه أكثر ب 14% من الدول الأولى يعني بنشوف بالعالم العربي قنوات الصوت في التعامل مع العملاء وين ما كانوا أكثر يعني استخداما. فإحنا بنحب نسولف زي ما بيقولوا يعني العرب بشكل عام، بدنا نوصل لوكيل. أكيد أنت إذا حكيت مع رد آلي قديم يعني اللي الواحد بيحط فيه الخيارات دغري عم بتحاول بتكبس الصفر، بتحاول تروح ل حد يعني بشري ممكن يساعدك على طول. إنما التقنية هاي وتوثيقها اليوم أنت عم بتشوفها في يمكن أسوأ يعني مرحلة هي عم بتمر فيها، لأنه كل يوم عم بتحسن. فبكرة حيكون أفضل، وبعده حيكون أفضل، وبعده حيكون أفضل، إلى حين ما هو يقدر إنه يأخذ معظم إذا مش كل السايكل اللي موجودة. وبتخيل هذا راح يكون ادفانتج جدا كبير. هلا بالنسبة لباقي سؤالك هو على العالم العربي يعني بشكل عام. لا أنا كنت بسألك هل إحنا يعني بسبب إن مقسم موجودة في منطقة عربية وبتشوف قد إيه الشعوب ليها behavior معين وليها انطباع معين على مشكلة مراكز الاتصال، هل أنت شايف إن ده كان الموتيف اللي خلاكوا لا خلينا نشوف موديل يقدر يحل المشكلة ديت، ولا أنت لا والله المشكلة تقدر تتوظف لأن مش بس في مراكز الاتصال البوت بيقدر يساعد في أكتر من حاجة؟ أكيد هلا الوكلاء الاصطناعيين أو البوتس بيقدروا يكونوا موثقين في أكثر من مكان في البزنس، بس بنلاقي إنه اليوز كيسز الأساسية هي هتكون هلا عم نشوف كثير في البرمجة الأوتوماتيكية مثلا، فايب كودينج اللي هم بسموه إلى آخره. هذا يمكن واحد من أكبر اليوز كيسز اللي موجودة للذكاء الاصطناعي، لأنه فعلا التغيير جدا كبير للإنتاجية للمبرمجين بشكل خاص. لكن واحد كمان من اليوز كيسز اللي جدا كبيرة هو في مجال خدمة العملاء، أو حتى بشكل ثانوي عليها المبيعات من خلال الهاتف. فهي واحدة من الأشياء اللي واضح جدا الفائدة من النماذج هذه، وكيف ممكن هي تتوثق في رفع مستوى الخدمة بشكل عام وتحسين صورة الشركات يعني بأتمتة هذا القطاع. قبل كده قابلت حد قال لك والله بعرفش يعني مش قادر يتأقلم إنه يلاقي AI بيرد عليه، بينزعج العملاء؟ خليني أحكي لك إنه أكيد كلنا دخلنا في عدد كبير من التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي على الطريقة القديمة مش على الطريقة الجديدة. أكيد أنت شفت شات بوت مثلا، شات بوت هذا بيكون مبني على decision tree، يعني قائمة خيارات معينة، إذا أعطيته خيار هو ما بيعرف يتعامل معاه أبدا، ما بيعرف يجاوبك، وبيصفي الواحد مش مخدوم بشكل عام. كمان نقدر نحكي عن عولمة أو تغير
الرد الآلي القديم اللي الواحد بيحط فيه خيارات معينة إلى شيء بسموه هو كان IVR صار اسمه IVA، اللي هو الواحد بيقدر يعبر بنعم أو لا بشكل صوتي بأشياء بسيطة جدا. ما كان accurate بنسبة عالية، كمان كان يزيد من الغضب عند المستهلكين. لكن اليوم لما دخلنا على عالم ال LLMs فعلا هذا تغير، الواحد صار بيقدر يشرح بشكل كتير كبير. ولذلك 80% اليوم، يعني 8 من بين كل 10 مستهلكين مستعدين انه يتكلموا مع AI. شفنا انه احنا استخدام اشياء زي تشات جي بي تي بالصوت او غيره شيء يعني كبير، كل حدا يعني عم بيحاول انه يتفاعل معه، وعلاقتنا مع هاي التقنيه مختلفه تماما عن علاقتنا مع جوجل او غيره من الشركات اللي فعلا يمكن تاخرت شوي بانها تطلع هاي التقنيه. فمثلا الذكاء الاصطناعي اذا المستهلك مستعد، طب ليش الشركات مش عم بوثقوها بالسرعة؟ فبتلاقي انه 70% من الشركات اليوم عندها خوف اولا، خوف بالاضافه انهم مش جاهزين. الخوف الاول على انه الخبرات اللي كانت في الماضي مع الشات بوتس ما كانت ممتازه جدا، ففي شويه يعني الم من الماضي، وخوف بانهم هم يوثقوا هاي bad experience يعني يوثقوا هاي التقنيه لان هم يقدروا يعتمدوا على هاي التقنيه الجديده بشكل كثير كبير. ثانيا اكيد بيسمعوا بالهلوسه اللي عم بتصير في بعض المودلز هذه وعم تتقلل مع الوقت، وبرضه تحكم في البوت بانه ما يحكي شيء خارج النطاق اللي لازم يحكي فيه. فهذه واحدة من الاشياء اللي جدا مهمة، لانه اذا انا كان عندي بوت في خدمة عملاء في مطعم وسألته عن شخصية سياسية معينة وحكى شيء غلط خارج النطاق اللي لازم يجاوب عليه، هذه بتصفي مصيبة للشركة، ممكن يعني يصير فيها اكيد. ففي عدد من الاشياء اللي ممكن تمنع او تخفض من يعني الادوبشن تبع هاي التقنيه في بعض البزنسز. لكن لا شك انه خلال السنتين القادمين اتخيل حسب الدراسات الموجوده يعني باكثر من 70 الى 80% من البزنسز راح تكون على الاقل جزء منها موثقه ذكاء اصطناعي. وده يا فؤاد عشان خاطر انه الناس مستعده انها تتعامل مع ال AI agent ده، ولا بس عشان خاطر تكلفة اقل الشركات رايحة لده؟ يعني لو خلينا نختار التعبير، ايه الخط او الشعراية الفاصلة ما بين انه هو فعلا تطور يساعد البيزنس او انه هو بس الشركات حابة تقلل الكوست؟ اكيد يعني الشركات والمدراء الموجودين بدهم يقللوا التكلفة عليهم، لكن من ناحية تانية بالفعل الشيء اللي عم بيقدمه النموذج الذكاء الاصطناعي أفضل بعشرات المرات من الشيء يمكن اللي موجود. أنا يعني لازم نحذر الناس اللي عم يسمعونا اليوم إنه فعلا الأتمتة في هذا المجال شيء إحنا كنا متوقعينه من بداية عبرنا في الشركة، واللي حمسنا على هذا الشيء لأنه فعلا التقنيات كانت عم تتقدم من 2019 إلا لما شفنا أول نموذج LLM من OpenAI في أواخر 2022. والدافع الأساسي إنه تقليل التكاليف ومستوى الخدمة إنها تزيد. اليوم العامل البشري يعني ما عم بيقدر إنه ينافس بهذا المجال بنفس الطريقة. فإحنا كبشر بعتقد الشيء الذكي اللي عندنا إياه إنه إحنا نصير فاهمين إنه هذا التغير والتحول عم بيصير. إذا صار طبعا، وأكيد هذا دور المشرعين والحكومة على التعديل وين ما لازم، إذا صار بشكل سريع جدا ممكن يكون خطر على الوظائف الموجودة، والعامل البشري مش راح يقدر إنه يرجع يعيد النظر في مهاراته ولا يقدر إنه يعدي أو يعني يوثقها في مكان ثاني. فالذكاء الاصطناعي 100% حيودي إلى الأتمتة، نقول أكثر من 80 إلى 90% في السنتين إلى 3 سنوات القادمين نتخيل في مجال خدمة العملاء بشكل خاص. إنما بالإضافة دور الحكومات وغيرها على أنهم يقدروا يغيروا في الطريقة اللي عم نعمل فيها، وكل واحد طبعا المسؤولية على حاله أنه يقدر يدخل في وظائف يلاقي المستقبل فيها. أكيد راح يكون في فرص يمكن أكثر من قبل باعتقادنا مش أقل. سمعت عن الخبر بتاع الشركة اللي خسرت ملايين، مش عارف ينفع أقول اسمها ولا لا، بس تهيألي Builder AI، ولفت انتباهي يعني إنه هم خدوا قرار خاطئ بإن ما بقاش في عامل بشري، وفي الآخر رجعوا
يعني تو ريكروت. هم اظن الشركه اللي انت بتتكلم عليها مش بيلدر، هي كلارنا. كلارنا بيلدر AI فشلت لاسباب اخرى. هم الجماعه كانوا مسمين حالهم AI ببيلدر AI، لكن ما كانوا AI ابدا، يعني ما لهم دعوه. لكن التغيير اللي صار ببيلدر AI، عشان بس يعني على الهامش نحكي عنها، التغيير اللي عم بيحصل الان في الفايب كودينج او في التطور الافتراضي او الاصطناعي للبرامج، هذا فتح مجال كتير كبير لاي حد انه يقدر يعمل البرامج اللي كان بيلدر AI، والطاقم اللي عندهم اياه بالاوت سورسنج اوبريشن كان عندهم فعلا، هم كانوا بياخذوا منك التفاصيل عن البرنامج اللي بدك تعمله وبيبعتوه لعدد من الديفلوبمنت هاوسز اللي كانوا موجودين، يعني بكل الجنسيات اللي كانوا عندهم على البلاتفورم، وكانوا يعملوا لك اياها بالشكل التقليدي، لكن الانترفيس هو كان الفرق الاساسي. فهذه مثال على الذكاء الاصطناعي بأنه عم بقضي على خدمات ما عم تتعولم أو ما عم تتطور مع تطور هذه التقنيات. لما نيجي لشركة كلارنا واحدة من الشركات الباي ناو باي ليتر الأكبر بالعالم، فهم طبعا من ناحية ميديا أكثر من أي شيء ثاني قالوا إنه إحنا بدنا ناخذ هذا القرار، يكون في عندنا هالعناوين بالميديا نطلع فيها نقول إنه إحنا شركة ذكاء اصطناعي وعم نحول بالذكاء الاصطناعي، مش بس بالمدفوعات يعني، وكمان في العمليات اللي إحنا عندنا داخل الشركة. فأعلنوا بأنهم روحوا الفريق بشكل كامل ووظفوا الذكاء الاصطناعي، لكن طبعا هذا الوعد الأكبر للناس اللي وثقوا عندهم هاي النماذج وحماسهم بالهبة اللي صايرة، خلتهم تلاحظ انه لا والله لسه الموضوع في اول طريقه، اكيد التسارع راح يكون جدا كبير، وبعتقد انه راح نرجع نسمع عناوين جديده عن كلارنا مع مرور الوقت انهم كبروا النسبه للاعتماد على الذكاء الاصطناعي، لكن الان رجعوا بتوثيق العامل البشري مع واكيد وجود ذكاء اصطناعي بمكان معين. وهي واحده من الاساسيات اللي احنا عندنا اياها في شركه المقسم. لما نتكلم مع العملاء اللي عندنا اياهم بنقول لهم انه احنا بدنا نكون يعني عندنا مش بس الخبره، نيجي نكون واقعيين معكم في وين توثيق الذكاء الاصطناعي راح يكون هادف، وين ممكن يكون اكبر من الحلم اللي موجود عندنا. ازاي مقسم بتعمل البالانس ده؟ البالانس هو إن الواحد يكون واقعي في البداية. أهم شيء عند الشركات اليوم إنه يقدروا يزرعوا البذرة للذكاء الاصطناعي داخل البروسيسز اللي عندهم إياها. فإحنا زي ما سمعنا مثلا من المثال اللي أعطيتك إياه بالضبط، أخينا شاكر الزكي اللي واحد ممكن يعني يحكي معاه، شفنا إنه في بداية الطريق عم بيجاوب على الأسئلة الشائعة، عم بيقدر يخدم الشخص بسرعة أكبر من العامل البشري، ما في وقت انتظار، الشخص كمان عم بيقدر يعبر بالطريقة اللي بده إياها، ممكن كمان يفتح خلينا نقول تذكرة إذا كان في مشكلة عند الكاستمر، ياخذ موعد، أشياء بسيطة أساسية في البداية. إنما المستقبل أكيد رح يكون فيه إنه يقدر ياخذ عمليات، يقدر يتابع على أمور داخلية، يقدر ينبه الموظفين الموجودين داخل الشركة على أي مشاكل قبل ما أنها تحصل إلى آخره، للمساعدة كمساند للعمليات. إنما أنه ياخذ العملية من أول يوم من ألف إلى الياء بشكل كامل ويتصرف عليها وكأنه هو موظف حقيقي متكامل، هذا لسه مش موجود اليوم، لكن راح نشوفه في القريب العاجل إن شاء الله. تمام. عندنا فقرة في البودكاست اسمها فقرة السؤال الصعب، أسئلة بتكون خاصة بتوبيك معين وإحنا اخترنا لك توبيك الخصوصية. الله أكبر. أنت شايف مع كل الطفرة الكبيرة للتقنيات، هل فعلا العملاء عندها داتا برايفسي فعلا مضمونة، ولا ونشوف إعلانات ومن أكبر الشركات مؤخرا عاملة كامبين كاملة المتصفح بتاعها ان هو الأأمن، بلس كمان الاي او اس بتاعهم، او انا كده قلته الاو اس بتاعهم هو الأأمن. هل انت شايف ان ده فعلا موجود؟ ومقسم ازاي بتتعامل مع خصوصية داتا العملاء، سواء كان من مكالمات او معلومات عنهم، ولا انت شايف انه هو لا والله هو بروتوكول واحنا والكل ماشي عليه، مفيش حد أأمن من حد؟
جميل جدا السؤال. خلينا نحكي عن الساحة بشكل عام. يعني الشركة اللي ذكرتها واحدة من الشركات اللي هي بعكس كثير من البلاتفورمز الثانية أو المنصات الثانية بتاخذها كأنها هي ادفانتج، إشي مميز لها، بأنها هي عندها اهتمام جدا كبير في خصوصية العملاء، وهذا بيعمل ثقة ما بينك وبين العميل. فراح نشوف ترند جدا أكبر في الشركات بأنهم يقدروا يكرسوا اهتمام كبير وكمان حماية لخصوصية العملاء اللي عندهم إياها. عالم الداتا اللي احنا عايشين فيه اليوم عالم كبير كتير. كل واحد فينا عايش على الانترنت شئت أم أبيت. أنا من دون ما أتعرف عليك اليوم عمر بقدر أروح أعرف والله عمر شو شكل حياته أونلاين، بقدر أعرف كيف شو الأشياء اللي بيفضلها بحياته، بقدر أجي وكأني يعني تقريبا عارف عمر صحيح. قبل ما ألتقي فيك بشكل صحيح. عام. ففي توعية كثير كبيرة من الحكومات، وكمان تشريعات راح تنطلق وتزيد في هذا المجال أكثر وأكثر، لأنه انتهاك الخصوصية اليوم شيء صعب، خاصة في عالمنا الرقمي. يعني صعب على الأشخاص طبعا، هو سهل عم يصير أسهل. وكمان من ناحية تانية احنا لما نطلع بحتى الكلاود تكنولوجيز أو في تقنيات جديدة متطورة، أكيد في عامل يعني كوست بنفيت اللي احنا بنقول في تكلفة وفي فائدة من أي تقنية جديدة اللي بتيجي. فاحنا ممكن نكون مستعدين كشعوب إنه نقلل من اهتمامنا في الخصوصية عشان ناخذ فائدة كتير أكبر في مكان تاني. واحدة من الأمثلة اللي بطرحها المشابهة، يعني لما حصل أحداث يعني 11 سبتمبر 9/11 في نيويورك، العالم كله صار سيكوريتي. احنا قبلنا على حالنا إنه نعطي يعني أهمية أكتر لتقليل الخصوصية عشان نحمي الشعوب تاعتنا، ويكون في مراقبة أكتر على بعض الحركات اللي عم بتصير هنا وهناك. الناس تنزعج بهذا الموضوع، لكن أعتقد أنه بشكل عام العالم أو أي مستهلك ما بيعرف قديش هو عم بيغذي الانترنت والداتا تاعته بأماكن مختلفة ممكن تكون تحت المراقبة والى اخره. فالعلم والوعي هذا لازم يكون مش بس على الشركات وخصوصياتها هي أو يعني البرنسبلز الداخلية اللي عندهم إياها وعملياتها، لكن كمان على الحكومات بشكل عام، ليكون في تشريع لتجبر الشركات خاصة في عالمنا المتحول من الذكاء الاصطناعي عن كيف ممكن تستخدم الداتا والبرايفسي بشكل عام تاعت الداتا هاي. احنا عندنا في مقسم في كل شركة عندها بوليسي يعني معينة موجودة عندنا دقيقة جدا بكيف تستخدم البيانات لهم، وين محفوظة البيانات. طبعا في تشريعات في المنطقة تجبرك انك انت تحفظ البيانات والتسجيلات المكالمات وكل الامور هذه على سيرفرات خاصة موجودة داخل الدولة لأسباب قانونية وحماية المستهلك. أي عميل عندنا عنده الحق بأنه يأخذ الداتا تاعته بشكل كامل، يحتفظ فيها، يعرف كيف هي مخزونة. احنا من عندنا نعمل البست براكتسز. الحمد لله هذه مش أول مرة احنا بندخل بشركة من هذا النوع، فاحنا عندنا البست براكتسز في حفظ الداتا وتشفيرها بشكل عام لحماية المستهلكين والداتا الموجودة. فهذه شيء جدا اوبن، واحد بقدر يقرا عنه اكثر في مواقعنا، وشيء احنا بالعكس بنعتبره ادفانتج عندنا في الشركه. رايك الشخصي تعقيبا على نقطه الخصوصيه، هل الناس فعلا شايفه ان الموضوع مهم، ولا هو ترند شركات بتقول لك النهارده خلي بالك من الداتا بتاعتك، او في تهديد جاي عليك؟ ولا طبعا شوف في بالاخبار احنا شفنا انه قضايا كثير عم بتصير من شركات زي اوبن اي اي وغيرها في الغرب، اللي هي عم تستهلك المعلومات للتدريب الايجنتس او النماذج من شركات الميديا وغيرها، يمكن من دون اخذ الاذن بشكل عام. فجدا مهم الواحد يكون عارف كيف عم بياخذ او بيستخدم البيانات الموجودة قدامه ليقدر يدرب فيها، يكون في علاقات. وهذا الموضوع جدا يعني صعب، ولسه أظني البزنس مودلز ما كانت هي موجودة. إنه إذا أنا دربت على مثلا الميديا أو الكتابات تاعتك مثلا في أونلاين، أو النصوص اللي عندك إياها، إذا أنا دربت عليها، هل لما يجي حد يسأل عنها مثلا في تشات جي بي تي، هل اوبن اي اي ملزم إنها تدفع لك
مثلا نسبة معينة من الاستهلاك تبعت هاي الداتا أو أي شيء زي هيك. فلأنه الأجوبة تاعت شات جي بي تي هي ما عم تيجي بتستهدف تقول والله هي هذا الجواب جاي من هذا المكان، هو عم بياخذ من عدة أماكن وبيعطيك جواب عام عن المعلومات اللي هو استخرجها من هناك. ففي الموضوع معقد كتير بأنه كيف ممكن تتوزع الحصص بعالم هذا. فلسه اعتقد انه التشريعات رح تيجي والشركات هي رح تبني هاي المودلز اللي يمكن تصير سائده. لكن المستهلك بشكل عام ما اظني احنا عارفين او متعودين انه لما انا استعمل السوشيال ميديا كل الداتا اللي بحطها السوشيال ميديا ان كانت من صور، ان كانت من فيديوهات، ان كانت من شيء صوتي، حتى الكونفرسيشن اللي احنا بيناتنا الان يعني ممكن انها تتحول الى نص اونلاين حتى يجي ياخذها وياخذ المعلومات اللي احنا عم نحكيها يوثقها في تدريب النموذج تبعه. فاعتقد انه المستهلكين بشكل عام مش واعيين قديش هم عم بيحطوا داتا اونلاين، وما بيعرفوا انه كل الشركات ما عندها نفس الخصوصيه، حمايه الخصوصيه او التشريعات اللي بتنطبق عليها حسب الشركه هي وين موجوده، حسب القوانين المحليه الموجوده فيها او العالميه اللي بتفرض عليها بانها تتصرف بطريقه معينه. يعني والوعي طبعا راح يزيد مع الوقت. يعني انا لفت انتباهي طبعا ان في كتير كامبينز بتتكلم عن موضوع الخصوصيه، والموضوع ده احنا يعني في واقعين مش من قبل كمان هايب الاي اي. يعني شركات بيحصل لها هاكينج، فجأة تلاقي كل بيانات البيمنت العملاء، وشركات كبيرة بيجي لها يعني they got affected يعني. بس أنا كان كل الهايب يعني بحس إن كتير الناس داخلة رايحة على فوبيا من موضوع الداتا ده. طب في behavior معين تقدر أنت تمشي بيه، وبالتالي الشركات مع الكومبلاينس مع اللوز تقدر إنها تطبق طريقة معينة. الأسئلة اللي جاية أسئلة سريعة، ممكن نطلب منك إجابات سريعة. نرجع لموضوع الداتا. أنت تستخدم الإيميل ولا سلاك؟ أنا بستخدم سلاك. الإيميل عندي متفجر صراحة. عندي ألفات الإيميلات تجيني داخل الشركة وخارج الشركة. واليوم حتى يعني شركات زي جوجل وغيرها عم تستعملوا جيميل، عم بتوثق الذكاء الاصطناعي في تحليل هاي الإيميلات، لكن مش مفيد بقدر ما احنا بنتوقع. لكن لا شك انه المساعد الذكي الافتراضي اللي راح يساعدني في ايميلي ان شاء الله يعني يساعدني اكثر. لكن سلاك هو الطريقة اللي احنا بنحكي فيها داخليا جوات الشركة. عمرك كلمت موديل غير موديل مقسم، غير شاكر، وعرفت انه قريب شاكر AI؟ يعني من ناحية الجودة انت جربت انت؟ أكيد جربت نماذج أجنبية. بعض من الشركات اللي عم تعمل محاولات في المنطقة برضو جربت النماذج تاعتهم. يعني أنت جربت بس عشان خاطر الماركت ريسيرش وستادي، ولا أنت عشان يعني كده يعني جربت قلت الشركة دي عندها شاكر؟ ما كلمت يعني بيزنس صراحة عندهم غير من عملائنا طبعا، عندهم نموذج هم موثقينه الآن لسه زي ما قلت لك العالم لسه بأوله. والآن خلال السنة هذه والسنة القادمة راح نشوف أكيد نماذج كتير أكتر راح تكون موجودة. هل ممكن تفتكر إن شركة لأول مرة بتكلمها وأنت مش سامع فيها ويطلع عندها الإيجنت وتحسه بني آدم؟ ممكن نوصل للمرحلة دي؟ أكيد ممكن نوصل للمرحلة هاي. وبعض النماذج اللي عم نشوفها في الإنجليزي طبعا، لأنه الوسائط اللي موجودة في اللغة الإنجليزية أكبر بكتير، والداتا الموجودة أكبر بكتير، فالتدريب أسهل كتير باللغات الإنجليزية. وكمان العربي فيه تعقيداته من اللهجات وغيرها لجمال في بوزز كده تعرف إن هو مش بني آدم. كتير أشياء طبعا. الجودة في الصوت واحدة من الشغلات، سرعة في الرد. كمان مش بس من ناحية المكالمة والرد الافتراضي، لكن كمان المعالجة اللي موجودة على هاي النماذج بتحتاج لداتا سنترز جدا كبيرة. لسه الآن في يعني استثمارات بالمليارات في العالم العربي عم تتوثق في الخليج للبروسيسنج في الجي بي يوز الموجودين، راح يساعدوا ويسرعوا في المكالمات هذه والرد تاعت البوتس، ويخلوهم طبعا بالتأكيد يكونوا يعني أقرب إلى الحقيقة. فحتى احنا بالنسبه لنا يعني مخ الانسان بقدر يعرف اذا كان في نص ثانيه او ربع ثانيه فرق عن الرد العادي، انه هذا والله ممكن يكون انه بوت ولا لا. لكن مع مرور الوقت انا بعتقد انه التشريع رح يدخل يجبر على انه الشركات انها تكلم الناس وتفصح على انه هذا رد آلي مش رد
البشري حتى لو كان قريب من البشر في يعني في الطريقة. تفتكر المكالمة صعبة مريت بيها، أو تجربة مع بوت، أو تجربة خلتك أنا هبدل في يوم من الأيام 100%. الكول سنتر ده وهيبقى آلي؟ 100%. في نماذج هنا في الإمارات ويعني في بلاد الشرق الأوسط، في بنوك وفي شركات اتصالات وثقوا اللي هو الاي في اي، اللي هي اللي بتقول لك رايت وانت تقول لها نعم، تقول لك انا عايزك تقول لي رايت. فهذه كانت صعبة جدا، واعتقد الكل عانى منها بشكل كتير كبير وفرستريتد لدرجة انهم يعني خلص قفلوا الخط وبطلوا يتعاملوا مع البزنس، لانه فعلا انت بتحتاج فقط يعني خدمة واحدة سيئة او تجربة واحدة سيئة لا انت تقول انه انا مش راح اقدر ارجع اتعامل مع بزنس معين. يعني وكان في تجربة سيئة مع بشري وانت حلفت لا تخليه اكيد برضه لا تخليه اي خاصة في وقتنا هذا. يعني في الحمد لله تسارع جدا كبير في بعض البلدان العربية واستثماراتهم في التغيير، وهذا مبشر جدا. لكن كمان احنا عم نستعجل، لانه لقينا انه والله في كدول عم نستعجل في انه مستوى الخدمة يمكن ما بتكون بأفضل مكان. في اكيد برامج في تحسين مستوى الخدمة، لكن بالتأكيد مرات اذا ما كان خارج ساعات الدوام او في الاعياد او في الاوقات يعني الذروة اللي بدك انت تحكي مع حد فيه وحد يرد عليك، اكيد توثيق بوت كان ساعد بشكل كثير اكبر. بذكر الاستثمارات، انت شايف ازاي الزخم اللي احنا عايشينه مؤخرا، استثمارات المنطقة especially الجي سي سي ريجن في او بالتحديد المملكة العربية السعودية ودولة الامارات في الذكاء الاصطناعي، بتشوف ده ازاي كخطوة استثمارية، وبتشوف ده ازاي على المستقبل الخاص بالتكنولوجيا والتقنية الجديدة دي، وانت تلقيت الخبر وأبعاده الخاصة بالبزنس وريادة الأعمال ازاي؟ اولا خبر مبشر جدا انه العالم العربي اليوم عم بدخل الساحه العالميه بطريقه بقدر يعرف وين موقعه من الاعراب. احنا اكثر البلدان اللي عندنا طاقة مثلا إن كانت متجددة أو كانت طاقة نفطية، الطاقة اللي الواحد بيحتاجها ليولد الكهرباء أصلا، والمساحة اللي بتحتاجها أصلا يكون في عندك هذا الزخم الكبير من الداتا سنترز اللي راح تعالج كل الحركات هذه، بتميز بفرصة كبيرة هون في المنطقة العربية. الحكام ونظرتهم بعيدة النظر على وين قوة الأسواق بشكل عام وقوة الحكومات على المدى الطويل هي في توثيق الذكاء الاصطناعي. بشبهها شوي يعني بشكل يمكن ما يكون أنسب شيء بالعالم، هو لما نتطلع على القنبلة الذرية. القنبلة الذرية تسارعت الحكومات والبلدان على أنه وهو مبني على خوف. فالخوف برضو موجود في الذكاء الاصطناعي، بحيث انه احنا كدول ممكن انه يعني يسبقنا الزمن او يسبقنا البلدان في هذا السباق يعني العالمي اللي احنا ماشيين عليه. فالاستثمارات الاوليه المحطوطه هنا مهمه جدا، لكن برضو بشوف انه فقط وجود داتا سنترز ولا خوادم هذا جزء صغير من معادله جدا اكبر. اليوم الذكاء الاصطناعي سمح لأي شخص ممكن يكون موجود في قرية في مصر ولا في الشام أو بأي مكان بالخليج أن يقدر يبني شركة عالمية كشخص واحد باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي أو وكلاء افتراضيين. احنا بنحب يعني بنقول بالمقسم دائما أنه إذا كانت هاي الفرصة خلال 5 ل 10 سنوات القادمة متاحة، انه شخص يقدر يبني شركه كامله مع البوتس الموجودين، حابين انه موضوع خدمه العملاء والمبيعات تكون هي مقسم الشركه اللي بتقدر تخدم بهذا النموذج. لكن اللي بشوفه يعني عن بعد بوجود الخوادم اللي هو بس تسمح لنا انه احنا نكون مستهلكين غير منتجين للمودلز الأساسية اللي ممكن الباقي العالم يستخدمها. أعتقد أنه راح يكون في شغل أكثر واستثمار أكبر من الحكومات في موضوع النماذج المحلية، لأنه LLM نفسه راح يكون وسيلة، كيف كانوا الكتب والمكاتب في الماضي هي وسيلة لنقل الثقافة من جيل إلى آخر. أعتقد أنه LLMs هي راح تكون الطريقة اللي احنا راح ننقل فيها كل جمال ثقافتنا العربية بالمعتقدات اللي عندنا إياها، إن كانت يعني ثقافية دينية إلى آخره، موجودة على كل بلد، إلى
الأجيال القادمة، لأنه فعلا الجيل القادم مش راح يروح على مكتبة ويبحث زي ما كنا، يعني مكتبتنا احنا اليوم جوجل، فاللي راح يصير راح نروح لنماذج معينة محلية، راح نطلب جواب لسؤال، والجواب اللي بيجينا هو راح يكون الجواب اللي احنا نعتبره هو الجواب الأصح للأسف. فإذا كانت المعلومة مش المعلومة اللي هي بتطابق مع معتقداتنا واللي احنا شايفينها مناسب لنا بمستوى كل بلد، راح نصفي يعني في فرصة خطرة جدا على محي الثقافات والمعتقدات اللي موجودة عندنا. فبتخيل إنه هذه شيء أكبر منا كلنا كشركات وغيرها على مستوى حكومية أكتر، لكن أكيد راح نشوف أكتر وأكتر بالنماذج اللي هي مصدرها المفتوح وقدرة الأشخاص على أنهم يقدروا يوثقوا معلومات أكتر فيها، يعني إن شاء الله أن تستخدم بشكل إيجابي للمستقبل، ومش شكل ممكن يكون مخرب في الشعوب. بتشوف فؤاد أنه هل بس المشكلة في الاستثمار، ولا كمان في معادلة كمان هي التعليم؟ انه في نوع من التعليم المفروض يكون له صدى ورواج وقبول من الشباب والأجيال اللي بتبتدي تختار، زي بداية كلامنا قلنا ان لازم تختار مجال يكون كاريرك فيه تقدم مش في اندثار. هل انت بتشوف انه برضو التعليم مهم، ان احنا يكون عندنا روح المبادرة بإني أختار التقنية ككارير، ويكون عندي على الجانب الآخر إنه أنا أدعم الاتجاه ده علشان يكون قادر إن أوجد أحدث تقنيات التعليم وأجدد ما توصل إليه الجامعات أو المدارس أو المراكز الخاصة بالنوع ده من الدراسة للشعوب العربية أو للدول في المنطقة أو حتى في دول اللي حوالينا. سؤال حلو. راح يعني أنوه على الجواب اللي كان بالماضي بالأول، وأحكي عن الشعوب بشكل عام وين الحكومات والمؤسسات الدراسية أو العلمية بيقدروا إنه يساهموا في هذا الموضوع. إذا طلعنا على سيليكون فالي بشكل عام بنشوف إنه هي مساحة يمكن 20 كيلومتر مربع من أفخم الجامعات ومراكز البحث والتطوير في العالم، اللي البحث والتطوير هذا هو الأساس الاستثمار فيه. دخل في التطورات بعض الشركات يمكن خلينا نقول براءات الموجودة هناك عملت أكبر الشركات الموجودة في هذه المنطقة. احنا في عالمنا العربي للأسف ما في بحث وتطوير أو استثمارات في البحث والتطوير بنفس الطريقة اللي موجودة عند هذه البلدان. البلدان بتتقدم هي اللي بتستثمر بهذا الموضوع. لسه عندنا شغل كتير كبير هناك لازم يصير، وأنا بتأكد اليوم إنه لو عملناها يعني اليوم دائما بقول لك إنه يعني أحسن وقت لتزرع شجرة هي كانت قبل 10 سنين، تاني أحسن وقت هو اليوم. بتخيل إذا زرعنا هاي البذرة وقدرنا نستخدم الفلوس الموجودة والإمكانيات الموجودة في المنطقة العربية في مجال البحث والتطوير والتعليم، هذا بيرجع بنعش مش بس الاقتصاد لكن الشركات اللي ممكن تكون عالمية اللي عم تنافس من الوطن العربي. هذه واحدة من الشغلات اللي بآمن فيها بشكل كبير. هذا شو دور العائلات والأهل والمدارس على المجتمع أو الجيل القادم واستخدام. أنا بعتقد أنه شفنا في الماضي مثلا محاسب كان في القلم والورقة يعمل كل حساباته، وشفنا برضه إجا الكالكوليتر، ويعني الاثنين اجوا عندك على مقابله، مثلا واحد بيستعمل كالكوليتر وواحد بيستعمل قلم ورقه، مين حتوظف؟ سؤال لك. حتوظف اللي بيستخدم الكالكوليتر صراحه اكيد، لانه شغله راح يكون اسرع، لانه ادق على الارجح. فاليوم بعالمنا اذا اجاك موظفين، واحد بيعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي لا يقدر يحسن ويكبر حجم شغله، وشخص ما بيعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي، مين حتوظف؟ اللي بيقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي. فلذلك أنا بعتقد إنه زي ما كنا إحنا في حصص الرياضيات بعد فترة ودراسة، الواحد صار يعتمد على الكالكوليتر شوي كأداة. الذكاء الاصطناعي هو راح يكون أداة بتخيل راح يتوثق في المدارس لنعرف كيف نتعامل معه من ناحية أخلاقية أولا طبعا، ومن ناحية كأنه هو أداة لا يقدر يساهم في نمو الاقتصاد والمعرفة. وواحدة من الشغلات اللي احنا نكسبها في هذا التطور من الذكاء الاصطناعي هو انه تخيل انه خلال ال5 سنين القادمة الذكاء الاصطناعي راح يعوض العالم ب4.4 تريليون دولار
للدخل العالمي. 4.4 تريليون يعني حجم الجي دي بي تبع ألمانيا. يعني تخيل إنه إحنا كل سنة عم نضيف قوة اقتصاد ألمانيا على العالم مرة كمان. فهذا إشي يعني تحولي كبير للاقتصاد، وإشي لازم إحنا نوثقه في حياتنا. وبتخيل الخوف ونكون دور فعال فيه، مش أكيد بس أكيد لكن بتخيل من ما شفنا قبل 2 إلى اليوم العناوين اللي الموجودة اللي بتلفت انتباه الكل، مش هو إنه الذكاء الاصطناعي إجا وكان ممتاز وحلو إلى آخره، لا هو إنه راح تتروح الوظائف ورح تختلف شكل التوظيف، والناس بتتفاعل بخوف أكثر من بتتفاعل كأمل لا شيء معين. فهذا استغلال دي طبيعة طبيعي أكيد في يعني خطر، لكن زي ما حكينا لازم يكون في تمهيد شيئا فشيء إلى التحول الأكبر اللي ممكن يصير وكلنا نستغله. لو عندك نصيحة ليونج انتربرنور، تفتكر المفروض يبدأ منين وعنده ساس بزنس؟ ايه اللي تقول له يبدأ بيه، او تقول له والله خدها على الدايركشن ده؟ يعني انت دايما بتشوف الجداد اللي عندهم الطاقة والنشاط والطموح للنجاح، بتخاف انه يروح على الطريق التقليدي، ولا بتحب تنصحه نصيحة غير تقليدية؟ إذا بدنا نحكي على بناء بزنس بشكل عام بمعزل عن الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي يدخل بكل مجالات شئنا ما بينه، فيعني ما في داعي إنه نحكي عن الذكاء الاصطناعي وكيف واحد ممكن يوثقه. وأكيد راح يكون في نماذج يعني أفضل من غيرها في التوثيق. إنما النصيحة اللي أنا عندي إياها إنه إذا بنيت منتج ساس، اتأكد إنه البيع للمنتج وإنك تقدر تلاقي تطابق ما بين المنتج تبعك وسوق معين هو أهم إشي، وتقدر تعملها بأسرع وقت يمكن. إذا فشلت افشل على السريع، إذا نجحت اعرف إنه في منها أمل، أو بعض التعديلات اللي لازم تكون موجودة ببعض التجارب اللي عندك إياها. لكن الطريقة اللي لازم تبيع فيها إنك أنت تكون مش تكنولوجي فيرست كمباني، دائما تقدر تحول إنك بين قبعة التقنية اللي بنيت فيها المنتج تبعك إلى قبعة التجارة، وتقدر انت تلبس هاي القبعه وتقدر انت تكلم الكاستمرز اللي عندك اياها، او في الماركت الاساسي اللي بدك تدخل فيه. الاشي اللي انا بلاقيه بيستبعدوه كثير من الشركات خاصه في منطقتنا، اللي هي بتحتاج يمكن مسك يد العميل بانك تجيبه وتفرجيه المنتج اللي عندك الى اخره، بعكس امريكا اللي انا بدخل على مثلا اي منصه ان كانت CRM او غيرها، بسجل لحالي وبدفع لحالي وبروح من دون ما يكلمني اي شخص. في العالم العربي لا، العميل بده يكلمك، تتكلم معاه، يكون في طريقة يعني هيك حميمة ما بينكم، بعلاقة، بناء علاقة. الناس بتعمل شراكاتها ومبيعاتها على الصداقة، فكيف أنت بدك تصير صديق العميل؟ وهذه واحدة من الوسائل. ليش أنا قلت لك في حديثنا إنه مقسم كأساس، وليش قدرنا الحمد لله نلاقي المكان الصح. عالجنا مشكلة حقيقية عند الشركات، لكن فعلا احنا كنا المحرك الاقتصادي او الاداة اللي بيساعد في تحريك الاقتصاد تبع الشركات. لانه انا لازم اكلم العميل، لازم افرجيه انه انا موجود، لازم ابني ثقتي معه، وما في وسيط افضل او قناة افضل من الواحد يسوي هذا الشيء الا في الصوت. كمية الداتا اللي موجودة بصوتي انا وانا عم بحكي معك الان، ان كانت نبرة الصوت، إن كانت المشاعر، إن كانت كل هاي الشغلات، هي اللي عم تبني علاقة ما بيني وبينك وبين كل العملاء اللي هي موجودين. فالمكالمات وإنك أنت تتشجع وإنك تطلع خارج الكمفورت زون تبعك وتحكي مع الكاستمر على التليفون وتقدر تخليه إنه يكون معك، هاي مهارة لحالها تحتاج تفكير تجاري واجتماعي كمان لتقدر تقنعها هذول العملاء اللي راح يساعدوك في بناء شركتك. مقسم ممكن تبوح أكتر يعني إذا تدخل مجال جديد، سواء أكيد في ال AI ولا دي بيانات encrypted؟ لا فيش حاجة encrypted عنها، لكن بقول لك إنه المستقبل إحنا إذا شفنا التسارع اللي حصل بآخر يعني 2 إلى 3 في مجال الذكاء الاصطناعي اللي احنا شايفينه اليوم، يمكن ما توقعناه اول ما بلشنا في 2022. فشو جاي بالمستقبل أيوة. احنا ما بنعرف، لكن احنا بالتاكيد نقدر نقول انه الفيجن اللي عندنا اياه او الصوره اللي بنتخيل راح تكون متاحه
لأي شخص زي ما حكيت قبل، هو إنه شخص واحد بقدر يبني شركة أو بزنس. ما بدي أحكي لك إنه ممكن يكون بزنس ملياري من البداية، لكن هذا شيء ممكن يكون متاح للشخص الصح اللي بيعرف يبني البرودكتس الصح باستخدام كل الوسائط اللي حواليه من ذكاء اصطناعي وقنوات بقدر يستخدمها ليقوم البزنس هذا بشكل خاص. فبالنسبة لنا احنا بدنا في المستقبل هذا يعني بدنا نكون عم نلعب دور في جزئية واحدة بس. مش راح نقول انه احنا يعني هو واقعي انه نغطي كل المجالات في العالم، وما بتخيل انه هو راح يكون في اداة واحدة الواحد بيستخدمها. كثير نستخدم ادوات اليوم في كل بزنس، واظني هذا راح يضل قائم الى حين يمكن بعد عشرات السنوات الدنيا عن جد تختلف، يكون في عندك بيس ابلكيشنز او ابلكيشنز اساسيه الواحد اللي ببلش بزنس فيها هي بتخدمه بكل المجالات. بس هذا رح يجي بعد تطور وجمع معلومات كثيره مع انها ممكنه. بعتقد انه احنا تركيزنا لو طلعنا على هذا الحلم بالبعد بنخسر الفرصه تاعتنا بانه نزرع البذره الاساسيه في المكان الصح لنخدم المجال الصح اليوم. قبل ما ننهي الحلقة بصراحة في حاجة لفتت انتباهي، انت واقعي جدا يا فؤاد. يعني طريقة التفكير يعني من القليلين الانتربرنورز او سي اوز قعدت اتكلمت معاهم عندهم النظرة انه انا اكون مواكب، بس في الاصل انا واقعي، يعني ليا جذور صلبة في المكان اللي انا فيه وعارف الخطوة اللي جاية بشكل واقعي، مش بقى دريمي قوي والامبيشس بقى واخدني جدا والتكي بالاحلام باخدها لبعيد مع النجوم. الموضوع ده اعتقد ده سر من اسرار نجاح مقصد. هذه طريقة مش غلط ان الانسان يكون عنده طموح، اكيد مش أكيد. غلط، مش غلط ومحمس جدا آه. طبعا انه في المجال اللي احنا عايشين فيه في تغيرات وفي احلام كثيره، صح. لكن عم نشوف انه الشركات اللي في هذا المجال عم توعد عملائها اكثر من اللازم، والهبة اللي موجودة عند الشركات وتوقعاتهم أكبر من الحقيقة. فإحنا هايب 100% إحنا اللي حابين إنه نكون الشركة اللي عندها الحكمة قدر الإمكان إنه نعرف كيف طريق النجاح ونمسك إيدين الشركات من الماضي وناخذهم خطوة فخطوة إلى المستقبل. المستقبل واعد جدا، وكمان إحنا واقعيين من بداياتنا بأنه نعم سيتم أتمتة هذا القطاع بشكل قريب إلى الكامل إذا مش كاملة يوم من الأيام. متى هذا حيصير وكيف حيصير، هاي هي مسؤوليتنا احنا كشركة في هذا المجال، انه نزرع خطوات ثبات فيها تقدم الى انه نوصل للكفاءة اللي بتناسب الشركات والتحول الرقمي اللي بتناسب الشعوب بهذا القطاع بشكل عام. فبعتقد اذا احنا يعني اجانا ريكوست من كاستمر والله بتسمع اشياء يعني غريبه عجيبه، فانسى موضوع كلارنا اللي حكينا فيه وشركه بتتبدل كل البني ادمين، بس يعني والله بدي اياه كمان انه يمسح لي كل الفايلات اللي على الكمبيوتر، ينظف لي اياه كمان انه كذا. يعني ما في سكرتير وشخص بنظف لك الحمامات عندك في المكتب والى اخره، يعني ما في عندك شخص واحد بيعمل كل شيء. صحيح. فما راح يكون عندك نموذج واحد يمكن بيعمل كل شيء بالطريقه اللي بدك اياها وبياخذ الاكشنز الصح في الوقت الصح. انما احنا تركيزنا على المجال اللي احنا فيه، وهذا اللي اظن وصلنا للمستوى اللي احنا فيه الان، وان شاء الله بنطلع على ان شاء الله اكبر من هذا المستوى. انا شايف يعني في عينيك النجاح، وقادر اسمع انها مش وعود، يعني طموح في كتير من الحكمة، ودي حاجة أنا بهنيك عليها. يعني أنا خلصت أسئلتي، لكن دايما بترك نص دقيقة أو أقل للضيف إذا في نصيحة حابب يقولها، معلومة حابب يضيفها، رأي عالم الذكاء الاصطناعي حابب أنه يعبر عنه. يعني مايك از يورز. شكرا على الاستضافة أولا، وبشرفني أكون معك. وبتخيل العالم اللي احنا عم نعيشه فيه كلام كتير، في عناوين كتيرة بشكل يومي عم نشوف التطور بتسارع جدا جدا جدا. زي أي قطاع وزي أي سوق، قبل ما نشوف النضوج راح نشوف يعني الغباء الكثير، ومع المحاولات والفشل مرة راح يصير الفشل طبعا بهذا التسارع أسرع وأكبر مرات. وطبعا انك انت تقدر تغض النظر والسماع على الهبات الموجوده وتعرف ايش الشيء الواقعي، هو هذا اللي راح يخليك توصل للاهداف تاعتك والنجاح. فبتخيل الواحد ياخذ الامور في خطوات ثبات بدل ما هو يستعجل او يعمل وعود غير واقعيه. اي شخص بده يبلش شركه في الذكاء الاصطناعي
يتعرف على الذكاء الاصطناعي، يوثق الذكاء الاصطناعي، يعرف انه الموضوع في تماشي مع الزمن بشكل كثير كبير. لكن هذا لا يعني انه العمليات الداخليه عندك في الشركه والطريقه اللي يمكن شبه تقليديه بطريقه البيع وطريقه الاقناع الكاستمر وزياده الثقه في هاي التقنيات راح تاخذ وقت. فخليها تاخذ وقتها، واعرف انك انت تكون مستعد للخطوه القادمه قبل ما تيجي، وهذا اللي بيخليك تفوز. ممتاز. وانا كمان بشكرك فؤاد على وجودك، صراحة اتشرفت جدا بيك، وشكرا على وقتك. انا عارف ان عندك طيارة خلاص بكرة او يمكن اليوم، اديتنا من وقتك لتسجيل الحلقة. بصراحة انا كعمر استفدت كتير وحابب اشكرك على ده وعلى وقتك مرة كمان. ودي كانت اخر نقطة معانا النهاردة في بودكاست ذكاء مش اصطناعي. نشكر الأستاذ فؤاد جريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مقسم. يا رب تكونوا استفدتوا وانبسطتوا في نفس الوقت. قدرت أشارككم أفكار جديدة من عالم ريادة الأعمال، قصص نجاح ملهمة ونصايح مفيدة. لو عجبتكم حلقتنا ما تنسوش تشتركوا وتقيموا البودكاست وتشاركونا آرائكم وأفكاركم عن مواضيع الحلقات اللي جاية. خلاص الموسم قرب يخلص، ولو ما عجبتكوش برضو قولوا لنا، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي تحبوا نتكلم فيه، وايه آخر تجاربكم الطريفة في استخداماتكم للاي اي. أنا عمرو زكي وبقول لكم انبسطوا، ونتقابل الحلقة الجاية. سلام يا مستمعينا الكرام. شكرا لاستماعكم للحلقة. كنتم تستمعون إلى بودكاست ذكاء مش اصطناعي مع عمرو زكي.